السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد. فيديو النهارده للاعداديه والثانويه وكل الطلاب اللي عندهم امتحانات الفتره الجايه. فيديو النهارده جامد 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 جامد. فيديو النهارده هقول لكم ازاي تذاكروا، ازاي تقسموا يومكم، وهقول لكم على مواعيد تذاكروا فيها، وهتظبطوا كل حاجه، وهقول لكم على كام تفصيله كده هتخلوا يومكم يتظبط ويبقى كويس وماشي معاكم تمام. اول حاجه قبل ما هقولها لكم، دلوقتي احنا عدى 10 ايام من رمضان، دلوقتي فاضل 20 يوم، يعني فاضل 20 يوم بس. 20 يوم هتلموا فيهم المنهج، 20 يوم هتظبطوا فيهم جدولكم، 20 يوم هتلموا منكم كل المتراكم. لو انتوا بداتوا صح وعملتوا باللي انا بقوله هتلموا نفسكم وهتلموا كل المتراكم منكم. لكن لو ما بداتوش صح وما طنشتوا ودخلتوا من هنا وطلعتوا من هنا، يبقوا قابلوني لو لميتوا حاجه. هقول لكم على كام حاجه، واولهم هقول لكم على كام نصيحه دلوقتي لحد ما نبدا الفيديو. الفيديو هيبدا كمان بعد كام دقيقه، فهقول لكم على كام نصيحه تعملوا بيها. اول حاجه هقولها لكم ان انتوا تعملوا بيه التليفون ترموه. مش عايزه اشوفكم ماسكين تليفونات. التليفون بجد يا جماعه عدو لدود ليكم. التليفون ده لعنه، لعنه حرفيا. عشان تذاكروا صح وتظبطوا يومكم تحاولوا تبعدوا التليفون عنكم. مش هقول لكم ما تقعدوش على التليفون ولا تمسكوش التليفون، لا مش هينفع. انتوا هتمسكوا التليفون وتقعدوا على التليفون عادي، بس مش طول اليوم. يعني اوقات الفراغ او اوقات هنبقى لمينا فيها كل المتراكم علينا. فاول حاجه ابعدوا عن التليفون. تاني حاجه الصلاه يا جماعه، واظبوا على الصلاه وقربوا من ربنا. الانسان لما بيبقى قريب من ربنا، ربنا بيحقق له كل اللي نفسه فيه. فقربوا من ربنا، ما تفوتوش الصلاه. ما تقولش انا هقعد اذاكر وبعدين اصلي، لا، انت تسيب الشرب وتسيب كل حاجه وتروح تصلي وبعدين تبقى ترجع لهم. هترجع تلاقي في بركه في الوقت. لكن ان انت تقول طب انا هذاكر الحته دي وهروح اصلي، لا، ما ينفعش، هينفعش. دايما اعمل ارضي ربنا الاول، ربنا هيرضيك. فدي تاني حاجه. تالت حاجه ابعد عن صاحب السوء اللي هيعطلك. صاحبك لو بيعطلك ابعد عنه. صاحبك ده مش هينفعك لما تخش في الامتحان وما تعرفش تحل. صاحبك ده مش هينفعك لما تخش في الامتحان وما تعرفش تحل وتجيب نتيجه وحش. صاحبك ده ممكن يبقى بيذاكر وانت ما بتذاكرش، فتتفاجئ ان هو جايب درجه اعلى منك، وهيجي يكلمك يقول لك ما انت اللي ما كنتش بتذاكر. حد قال لك تفسح معايا؟ حد قال لك ما تهربش اهرب معايا؟ فصاحبك السوء ابعد عنه. انت وراك مذاكره ووراك حلم عايز تحققه، فابعد عنه لحد ما تحقق حلمك. فهقول لكم على كام حاجه تعملوا. فيلا بينا نبدا الفيديو نشوف الفيديو بيقول ايه. فما تنسوش تعملوا لايك جميل وشير الفيديو ده عشان يوصل لكل الناس. الدال على الخير كفاعله. واكتبوا لي كومنت حلو تحت وقولوا لي مشيتوا على الجدول اللي احنا عملناه ولا لا. ويلا بينا نكمل الفيديو ونشوف الفيديو. حاجه كده هقولها لكم علشان تعرفوا تظبطوا يومكم كويس وتذاكروا صح. تجيبوا اي نوتة صغيره وتكتبوا فيها حاجات. يعني بصوا، دي كل الحاجات اللي انا بعملها او الحاجات اللي انا ببقى محتاجاها اكتبها. فاجي كده هكتب معاكم مثلا. طبعا الوانها هتبقى حاجه مبهجه كده. يعني مثلا انا بحب اللون البربر قوي، جايبه القلم السنون ده البربر علشان لما اجي اكتب يعني اتحمس بيه. فاول حاجه مثلا عندي مذاكره الكورس، مثلا عندي مونتاج فيديو، عندي مذاكره للجامعه، عندي صلاه، عندي مثلا قراءه قران. كل ده بتكتبوه. تفضلوا بقى تكتبوا لحد ما تكتبوا كل اللي انتوا المفروض تعملوه. وبعدين كل حاجه بقى بعد ما تخلصوا تعملوها بالاقلام الهايلايت. انا طبعا بعشق الاقلام الهايلايت فانا على طول بجيبها. فمثلا يعني انا خلصت مثلا مونتاج الفيديو، مش هقول مذاكره الكورس لان انا لسه ما ذاكرتوش. خلصت الصلاه، خلصت قراءه القران. كل حاجه بقى دايما خلوا يومكم منظم. دايما خلوا انتوا عارفين انتوا عايزين تعملوا ايه. ما تقولوش بكره هصحى اعمل واعمل. لا، اكتبوا عشان تعرفوا. تمام. انا كده خلصت ده. هجيب برضو كشكول شكله جديد، كشكول مبهج، كشكول شكله عاجبني. هقوم جايبه مثلا زي الكشكول ده وهقوم فاتحاه كده بقى وكاتبه الدروس اللي عندي او المواد اللي عندي الاول. عندي عربي، كيمياء او علوم مثلا، دراسات، رياضه، انجليزي. كل بقى المواد بتاعتكم بتكتبوها وتيجوا قدام كل ماده تكتبوا اللي بيوقعكم. يعني مثلا العربي بيوقعك النحو، العلوم مثلا حفظ المعادلات، الدراسات التاريخ مثلا، الرياضه لا تمام انا فيها او واقعه مثلا في الجبر، الانجليزي لا حلو قوي، حلو زي الفل. فكل ده انتوا بتكتبوه وبتعرفوه علشان لما تيجوا تذاكروا تبقوا عارفين نقاط ضعفكم. فالعربي انا هركز على النحو. العلوم انا هحفظ المعادلات كويس
وكل ده طبعا انا بقول لكم تحفظوا كل حاجه ازاي في الفيديوهات بتاعتي. يعني انتوا لو رجعتوا الفيديوهات القديمه هتلاقوني كنت بذاكر معاكم كل حاجه حرفيا، العربي والانجليزي والعلوم والدراسات والتاريخ والجغرافيا كل حاجه. يعني انا مثلا الانجليزي طريقه حفظه ازاي بالنسبه لي انا، بالنسبه لياسمين انا بحفظه بالطريقه دي. في ناس تقول لك لا انا ما بحفظوش كده، كل واحد وحريته. مثلا الشمس مثلا ذا صن، بكتب الكلمه وبنزل بيها كده، ما ماليش دعوه بقى في ناس يقولوا لي الطريقه دي معقده، وفي ناس بيقولوا لي ممكن تكتبي الكلمه وتدخليها في جمله وتقريها كذا مره وكده. لا انا ما بعرفش كده، انا اتعودت على دي. هو كل واحد على حسب ما اتعود. انا اتعودت ان انا مثلا اكتب الكلمه وانزل بيها، في ناس تانية اتعودت تقرا، في ناس اتعودت تقرا يعني بتحفظ بالقراءه. انا اتعودت ان انا احفظ بالورقه والقلم. دليل على ذلك ان انا لما باجي اذاكر دلوقتي لازم معايا كشكول، لازم معايا ورقه وقلم، ماليش دعوه مين قال ايه ومين عمل ايه، انا لازم ورقه وقلم عشان لما تيجوا تذاكروا تبقى انتوا عاملين خط، يعني خطه لنفسكم ان انتوا انا بقى هنا وبقى هنا وبقى هنا، فانا عارفه نقاط ضعفي. تمام. هاجي بقى بعد كده هنذاكر ازاي. بصوا بقى، احنا عندنا كذا ميعاد، يعني عندنا 3 مواعيد اهو، انا هقسمهم معاكم دلوقتي. بصوا بقى هنا انا قسمت الصفحه ل3 عشان اقول لكم على المواعيد، وهبقى اعمل لكم زوم. اول ميعاد عندنا من الساعه 4، ده من بعد صلاه الفجر على طول، من الساعه 4 للساعه 7. هنعمل ايه؟ هنقول مثلا او من 4 ل9، خليها من 4 ل9 عشان برضو هدخل لكم بصوا، من 4 ل5 هيبقى قراءة قرآن، الورد بتاعكم والاذكار بقى والتسبيح وكده. تمام. من 5 ل5:30 مثلا صلاة الضحى. تمام. صلاة الضحى حلوة جدا، او صلاة الصبح حلوة جدا يا جماعة. تمام. معاكم بقى من 5:30 لحد 9، يعني معاكم حوالي 3 ساعات ونص مثلا. تمام. 3 ساعات ونص بقى هتجيبوا المواد مثلا الصعبة، يعني مثلا الانجليزي مثلا هتجيبوه بقى وتقعدوا بقى تحفظوا الكلمات، الدراسات، نذاكر التاريخ، وهكذا. معاكم بقى لحد 9 عشان بقى محدش يجي يقول لي ايه لا انا بيبقى عندي دروس، لا انا بتعب، لا مش عارفه ايه. بتقعد معاك طول النهار وتيجي على الساعه 4، من 4 لحد 6 هتراجع على اللي انت ذاكرته الصبح، وتاخد جزء جديد، تاخد ماده تانية او حاجه تانية. يعني هتراجع، المراجعه مش تاخد معاك نص ساعه، وتاخد مثلا ايه ساعه ونص حاجه جديده، درس درسين تنجزوا. ده اول ميعاد، ومعاك بقيه اليوم فاضي. من 9 ل12 هتصحى 9، هتقعد من 9 ل12 بتذاكر، هتذاكر كل المتراكم. هتيجي من 1 او من 12:30 لحد 1:30 بتقرأ قرآن وبتصلي. تمام. بعد كده معاك اليوم عشان مثلا لو عندك دروس. هتيجي بعد كده من 4 ل6، ومن 8 ل10. تمام. من 4 ل6 هتاخد اللي انت لو عندك درس هتقعد تذاكر اللي خدته في الدرس، ومن 8 ل10 هتراجع على كل اللي احنا عملناه النهارده. تمام. وبعد كده هتنام. طب هنيجي بقى الميعاد التالت، وده اخر ميعاد. الميعاد التالت ده برضه هيبقى من 9 ل12 بالقلم ده، من 9 لحد 12:30 هتذاكر كل المتراكم برضو زي فوق، كل المتراكم عليك. وهتنزل تروح الدرس وترجع الساعة 3. من 3 ل5:30 بتذاكر. وبعدين هتيجي بعد كده، هتيجي من 8 ل12 بتراجع كل اللي انت خدته
وبتلم كل اللي واقع. عايزه اقول لكم ان انتوا لو مشيتوا على اي ميعاد من دول هتلموا كل اللي واقع منكم حرفيا. المواعيد دي بتظبط، بس انتوا ظبطوا يومكم، اكتبوا مواعيدكم، اعملوا كل اللي انتوا ناقصكم علشان لما تخشوا تاخدوا اي ميعاد من دول تبقوا انتوا عارفين بتعملوا ايه. ال3 مواعيد مناسبين جدا، سواء عندك دروس، سواء بتصحى متاخر، سواء بتصحى بدري، وراك مشاوير، بتساعدي مامتك، بتساعد والدك، كل ده الجداول دي والمواعيد دي بتتوافق معاك. وانا قلت لكم هتذاكروا ازاي وهتعملوا ازاي. لموا كل حاجاتكم وظبطوا يومكم. التظبيط اهم حاجه، ان انتوا تخططوا انتوا عايزين تعملوا ايه، ده اهم حاجه تعملوها. لو خططتوا لها هتنجح معاكم. كل حاجه سهله بس احنا اللي بنعقدها على نفسنا. ذاكروا واعملوا اللي عليكم وان شاء الله ربنا معاكم، وانا معاكم وفي ظهركم، وهحاول انزل لكم فيديوهات على طول ما دام الفيديوهات دي بتحفزكم. فهتوحشوني جدا جدا، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.